سلام البنات، لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم دائما متواجدين معايا فيما كنت. انا كان عندي شهرين كنت جي، عاد دابا دخلت الخدمه ديالي. بغيت نشارك معكم واحد الفيديو جديد بزاف ومتناول للجميع. يعني دائما عندنا حنا الكبده ديال الدجاج، نهار اللي تنغسلوا الدجاج او تقداو الدجاج بزاف تيكون عندنا واحد الكميه ديال الكبده كثيره بزاف وتنخليوها بوحديتها. قطعتها انا شرائح هكا طويله. عندي مثلا هنايا بصله كبيره طرونش، عندي 3 دلوان ديال الفليفلات، عندي سكينجبير طري، عندي واحد الحروره حتى هي، عندي معلقه بنطشه ديال الحك، عندي التوابل ديالي الملحه، فلفله حمراء، الكمون، البزار، القزبر حبوب. انا دائما تنخدم بالقزبر حبوب حيت اللذه ديالو زوين بزاف. عندي هنايا الثومه، عندي سكينجبير انايا حكاه هذا خليته قدامكم، عندي واحد الحريره بهذه الطريقه هذه تتجي زوينه وخضره وحاره في نفس الوقت. عندي كاس الزيت البلديه مع المائده، لا كريم فريش. اللي ما عندوش يدير كاس دانون السوس، تتجي لذيذه. يمكن لكم تقدموها في لي شوندويش او تاخذوها غير بخبيز، الاختيار تيبقى ديالكم. انا تيعجبنا نغمسو. غنبداو على بركه الله. ضروري تكون عندكم مقله اولا شي طنجره اللي ما تتلصقش باش تخدموا مزيان في هذا الشيء. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غنحيدوا الحويمضه، نحيدوا الحريره. اش غندير انايا؟ بسم الله. غادي ندير البصله ديالي تنزل، غادي ندوز لهاد الفليفله، نخليو شويه ديال الزيت. غادي نرد انا الكاميرا البوطه باش غادي نبداو نشحروا كلشي في دقه واحده. بدا تينزل، عاد غادي نديروا الكبده ونديروا العطريه. انا دابا شعلت على البصله ديالي، غادي نخطيها واحد شويه تبدا غير تتنزل، وغادي نبدا ندير مرحله بمرحله تتجي لذيذه وزوينه وكلشي تيحماق على هذه الوصفه هذه. يعني حنا تنحماقوا على شي حاجه سميتها الكبده ديال الدجاج، انا غنوجدوها بواحد الطريقه رومانسيه وزوينه بزاف. شوفوا معايا، ها هي بدات البصله ديالي تتنزل. انا شفت ملي نقول لكم عصريه قلت لكم رومانسيه، ما تديوش عليا، فرحتكم بزاف وحق الله. هانتوما لقيت الدراري توحشوني، خدمتي باترونتي كلشي بقى هو مده شهرين حتى حاجه ما تبدلاتش. شوفوا معايا، تندير الفلفله في نفس الوقت. بسم الله. تنديروا حنا الكبيده ديالنا مغسوله ناضيه، تنبقاو تنقلبوا كلشي. العطريه ديالي كامله كي قلت لكم، قزبر حبوب، التحميره، الكمون، البزار، الملحه. بسم الله. نغيروا شي شويه. عندي الحرور ديالي، عندي سكينجبير محكوك، عندي الثومه ما غنديرش بزاف حيت انا حادكه بزايد غنحتاجها لخدمه اخرى. غادي نخلي هادشي يمتزج مع بعضياته. نزيد الزويته ديالي، انتظروني على ما هكذا بالنار. شوفوا معايا كيفاش جات لذيذه واعره على هذا الشكل هذا، تتبقى حتى تتنزل طلع الزويته. غادي نقبط انا هاد المطيشه ديالي ديال الحك. اللي ما عندوش يمكن له يدير شي وحده المطيشه محكوكه. بسم الله. عندي انايا هاد الحويمضه على هاد الشكل بحال هكا. عندي القزبر ومعدنوس انا حتى الاخر عاد تنديرو حيت يكون عندي فريغو مقطع ناضي. هانتوما عندي هاد لاكريم فريش. اللي ما تتواجدش عنده يمكن له يدير دانون اولا تيدير في نفس الوقت كاس ديال الحليب. بسم الله على بركه الله. وتتقدموها بالصحه والراحه على ما تغلي مزيان. وديك مطيشه حتى هي تندمج معاها، وتنقدموها يا في شاندويش يا اما في العيش يا اما هكاك بخبيز على حسب الطريقه اللي بغيتو. انتظروني ان شاء الله على ما يتخلط كلشي. شوفوا معايا على هذا الشكل تجي واعره بزاف. وتنشكركم دائما يا سيدي ربي. شوفوا معايا، ها هو دابا كاينه الكبيده ديالي. شوفوا على هذه الطريقه تتجي لذيذه وزوينه بزاف. وتنشكركم. يا راه شويه حاره
اللي عنده الدراري الصغار ما يديرش الحرور، يشويها ولا يقدم حتى الاخر ويدير الحرور قدامه. ودرت ليها الزيتون احمر، ودرت ليمون مصير، ودرت هذوك الفليفلات اللي انا مرقده بزويته بلديه مع الثومه كيعجبوني دائما. وشكرا لكم، الله يخليكم ليا، وتنبغيكم كاملين من المغرب خارج المغرب واخا انا ما تنعرفكمش. وشكرا بزاف بزاف بزاف. تنتمنى هذه الكبيده تعجبكم. دائما فيما تكون عندكم شي كبده ولا شي حاجه ديروهم للوليدات او ديروهم لي شوندويش على حساب. وشكرا بزاف، ورا الحراره قهرتني بالكوزينه، الله يخليكم ليا. وتنشكر بزاف صحابات صوفيا، واخا كنت في روبو كانوا متبعيني، وراه دابا ولاو تيجيو عندي ضيفين البنات. مرحبا بكم، انا وليت، الا بغيتو تجيو شي نهار تغداو عندنا مرحبا. شكرا.